السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل حاجة بسيطة كده على الغداء. معايا حلة فيها مية، واحط فيها معلقة زيت ومعلقة ملح. المكرونة طبعا زي ما انتم شايفين مكرونة اسباجيتي. انا طبعا هنا يا حبايب قلبي مكسراها كده، يعني تلات ارباع، علشان الولاد يعرفوا ياكلوها عادي. في ناس بتحطها سليمة كده، بس عشان الولاد الصغيرين يعني. طبعا هنا المية كانت خلاص هتغلي، فنزلت بيها يعني بالمكرونة. هي مش هتطول يعني، ما بتغيبش بصراحة. هنا هسلقها، وبعد ما بسلقها انا يعني بطلعها احطها في المصفى، بروح حاطة عليها. انا هنا بوريكم الحجم اللي انا مكسراه يعني، بس اللي انتوا شفتوها دي يعني دي اكياس. وبستعمل برضو السايبة، يعني اللي انتوا شفتوني مكسراها دي سايبة، ودي برضو دي اكياس، بس اللي انا عاملاها النهاردة معاكم دي المكرونة السايبة. هنا خلاص بقى كانت المكرونة يعني اتسلقت كويس. هجيبها بقى اللي هو هصفيها زي ما انتوا شايفينها كده. انا بعد ما بصفيها يا حبايب قلبي يعني مش ببردها ولا حاجة، الا لو اذا كنت ان انا هطول عليها. لكن لو الصلصة جاهزة وهنزل بيها في الصلصة زي ما هنا شايفين، هنا بحب اقلب فيها معلقة سمنة كده بعد ما بحوشها يعني، وهي سخنة كده بعد ما بصفيها من المية بروح حاطة عليها معلقة سمنة. تعالوا بقى يا حبايب قلبي معايا نعمل الصلصة. هنا بقى معايا بصل يا حبايبي اهو، اللي هو هخرطه، ومعايا حلة على البوتاجاز فيها السمنة، وهنزل بالبصل. وهنا انا بنزل في البصلة زي ما انتم شايفين كده بفص من الثوم. يعني بعد ما بصفر. هي هنا بس البصلة احمرت مني شوية، بس هي مش احمرت، هي بس الكاميرا مبيناها لكم ان هي حمرا، بس هي كده لونها حلو. بروح نازلة بفص توم مهروس، وبعديها هنزل بقى بالايه، بالصلصة بالطماطم يعني. زي ما انتم شايفين كده نزلتش بالصلصة اللي انا محتاجاها للمكرونة كلها، لا، نزلت بمعلقتين بس كده من الصلصة او الطماطم المعمولة في الخلاط، وهنزل عليها بكمية الفلفل اللي بتحبيها. يعني انا هنا من كمية الفلفل اللي انا عاملاها دي مناسبة لكمية المكرونة. ومعلقة سكر، ونص ربع معلقة بس من الكزبرة، وربع معلقة من الكمون. وهنا دي نص معلقة 7 بهارات. يبقى ما في هنا كده انا ما حطيتش لسه الملح والسكر والكمون والكزبرة و7 بهارات والفلفل، ومعلقتين من الصلصة نزلت بيهم على البصل، واللي هو فيه فص توم مهروس. وهسيبهم بقى لغاية ما ينشفوا خالص زي ما انتوا هتشوفوا معايا. بعد كده هنزل، شايفين قوامهم تقل ازاي، هنزل بقى بباقي كمية الطماطم اللي معايا. هيتسبكوا بقى وهتشوفوهم. والله الطريقة دي جميلة جدا، وهتعمليها وتجربيها هتعتمديها على طول، مش هتعملي غيرها. يعني في المطاعم هي دي الطريقة اللي بيعملوها في المطاعم. هنا نزلت بقى بالملح. هبدأ بقى هنزل بالمكرونة، والمكرونة تنزل ناقصة يعني همسة بس كده، علشان هتسيبيها تكمل سوا في الصلصة دي بتاع دقيقة واحدة. يعني انا هنا كده مش طافية النار، وهستنى برضو شوية. هنا بقى كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين، انا هفضل هقلب فيها شوية على النار، وبعد ما ادمجها كويس انا كده هي اتقلبتها، بس هسيبها بقى
هغطيها واسيبها على النار شويه، وهتشوفوا لونها دلوقتي بعد ما سبتها على النار عامله ازاي. ادي هنا كده لونها بعد ما سبتها على النار دقيقه. يعني ما شاء الله، انا عايزه اقول لكم طعمها ولا ريحتها كمان حاجه خطيره والله، جميله. يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا. يا بتمنى من قلبي ان انتوا تجربوها، وما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. حبايب قلبي ما تنسوش اللايك. بألف هنا، ويا رب الفيديو ينال اعجابكم. اللايك والاشتراك يا حبايب قلبي. مع السلامة.